السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ منورين قناتي ومنورين اليوتيوب كله. كل سنة وانتم طيبين. فيديو النهاردة للبنات اللي بتخسس او بتنزل في الوزن، مكملة معانا، او للبنات اللي هي حتى بتنزل في الوزن مع نفسها او في اي دايت تاني او بتثبت وعايزة تعرف تعمل ايه في رمضان او اهم ساعة في رمضان لنزول الوزن. اثبتت الابحاث والتقارير ان اهم ساعة او ساعتين في اليوم في الصيام في رمضان او في الصيام في عامة في اي يوم من الايام الصيام العاديه، الاثنين والخميس والحاجات دي، بتبقى الساعتين بالظبط اللي قبل الفطار على طول. يعني مثلا احنا لو هنفطر 6 ان شاء الله، يبقى من 4 ل6 دول اهم ساعتين في الوقت ده للنزول في الوزن. طب ليه؟ لان الساعتين دول بيبقوا اقل حاجه فيها نسبه السكر في الدم، اقل حاجه جدا، بيبقى اقل حاجه بالنسبه لليوم ان السكر فيها نسبته منخفضه جدا. تبقى السعرات الحرارية، الجسم محتاج سعرات حرارية، الجسم محتاج ياخد سكر، الجسم محتاج بيبقى شره، بيبقى عايز، بيبقى خلاص بقى. فالساعتين دول الدكاترة نصحوا ان يعني اعملي فيهم اي مجهود. يعني اللي تقدر تمشي تتمشى، اللي تقدر تعمل اي حركه، تعمل اي ايروبكس، يعني اقل حاجه فيهم المشي. طبعا احنا ستات بيوت هنعمل ايه؟ انا بالنسبه لي ان شاء الله، انا قلت لكم انا رياضتي في البيت اللي هي ربط الحبل. ممكن باذن الله كده يعني اخطف لي كده ربع يا نص ساعه، كده ربع ساعه نص ساعه باذن الله، ان انا انط فيها كده حبل. ربنا يعيننا طبعا، عارفه ان احنا نبقى تعبانين، عارفه ان احنا نبقى مراهقين، بس احنا عندنا هدف ان احنا ننزل. وده بيبقى عارفين كده، بيبقى زي ايه، زي السؤال اللي هو ايه اللي مش هيطلع منه الامتحان، السؤال اللي هو المهم قوي، الحته اللي هي المهمه جدا، الحته السهله. فدي حاجه سهله معانا، فاحنا ربنا يعيننا يا رب كده. ربع ساعه نص ساعه ممكن لو تقدري تمشي فيها وراكي مشاوير، او هتروحي مثلا عند حد تفطري او حاجه، ممكن تتمشيها. ولو ما فيش، لو قاعده في البيت زي حالاتي حضرتك، نطي الحبل. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون المعلومه دي هتفرق معاكم ان شاء الله. واتمنى كده تعملوا لايك وشير، والبنات اللي اول مره تشوف القناه بتاعتي تعمل سبسكرايب للقناه واشتراك يعني. وكل سنه وانتم طيبين.